بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد خوش كبرات عزيز هرجه كن لبن رئيس صلافة مقابل بكنش خلي تعالى تخازين أو خير ما بنفيستن وقلناهيت ما بغفرينتنو حالي ما تشاكتن وقردنت ما إش آقل جهنم آزاكت ورب العالمين خير وبركة وخوشيت رمزاني وبشتي رمزاني وبري رمزاني بدأ مهمية آمين. زكاة الفطر ما فرزاني أم چندك سر باخبين قلق جرب سيادة ذكرني سر فتري عن زكاة الفطر كاتشيا باش أم دفعكين دري خين شمال خو بدينكي كنجي دري خين بار درسته خارن درسته چه نوع خارن درسته هكا خدي حسكتن ما موعدة جوانا قال كتابة الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز يا الشيخ عبد العظيم بدوي كو كتاب الزكاة ثم هيك زكاة الفطر أم ده شرح كين إن شاء الله تعالى. زكاة الفطر حكمها: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أدفع حديثي دم ديار كتن كو زكاة الفطر واجبة سر هر بسرمانة كي خارنا دانا كي جيزي دابتن كو أو زكاة الفطر بدتن. حديث ابن عمر كو عبد الله يقول عمرية خذ تعالى شهدو كرازبتن رواية إمام بخاري مسلمية كو جي روايات كريش عبد الله أدبيجتن پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فرض كر زكاة الفطر صاع چار مستن مستيت ظلامك نافنجي يعني تقريبا بقابل بنا 2 كيلو نيف اويفا 2 كيلو نيف كم تربتر حتى 6 كيلو شدشتي قلتي من تمرين اش قصبا ياجك من شعير اش جهي سركي واجبة سر عبدي بروفي عبد بريكي عبد هذا كرنو فروتني هبون بقابي حال حاضر نينا هكي هبن جاء من نظام كهنا أنا سر عبدي مروفي حري آزاد وسر جنكي يعني ميو نير جنكو الظلام بيشكو مزن إيش بصرمانة يعني أبينا بصرمان بتن زكاة الفطر بيجبنا يتداني وبيغمبري أمر كركو بري نبيجا عيدي بتا دفع كرني وداني بري نبيجا عيدي هذا حكمي. حكمتها شو فايدتها ده هي إجبار كم زكاة الفطر دين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أدبيجة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها قبل الصلاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حديث أدبيجة رسول خد فرس كر زكاة الفطر حكمة جابية طهرة للصائم من اللغو والرفث بتباقجي بروجي جري أو روجي جري رمضان دا نشيا يا أخو أخنقا كريت يا سقط قلنا هيك خلت يكري وقف زكاة هني باعتبار الزكاة بخو نافي باقجية بتا باقجي بروجاوي يعني رجاوي صافي در كابتش معملي صافي در كابتن اش رمزاني هذه سبا اش حكمته توي وطعمة للمساكين بتخارن بومروفت مسكين فقيرة هي محتاجة قلت أو كسي فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة هر كسك بري نبيجا عيد بدتن جي قبل كريا، ومن أداها بعد الصلاة أو كسب بشتن بجعيد دبدة فهي صدقة من الصدقات جناية قبل كرنك زكاة الفطر ديت قبل كرنك خيرك وكهمي خيرا، أما زكاة الفطر دي متسر ملتوي كنجي أجر عمدا وكربة ابتنبلي وكربة كسلاني وكربة، أما كجبير كر هنجي درسته وجي قبيلك وزكاة الفطر. على من تجب سركي واجب زكاة الفطر بدة؟ تجب على الحر المسلم المالكي لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة، يعني واجب سر بسرمان حر
بسرمانة ويحرة وخداني مالية هنت مال هبتن كو زيدا يقيتوي روجاوي شواوي وعيالي زيدا كتن يعني مثلا مروفكي ام بيجن 2 كيلو برنجيت هي شارت هي بوي عيالي يزيدا 10 كيلونا 20 كيلونا كمترن بترن دي زكاة الفطر دتن زكاة الفطر لازم بدتن وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه إذا كانوا مسلمين كده عادة ولي أمر مالية مال خوي مالية مزني مالية بابا مثلا دي بيش خو جنكا خو عيالي خدتن خدمت كاري خدتن حكى بالسرمان بن يعني هر كسي كتناف مال نه مسلمان بن تكن غير مسلماني بتن بيش فنائته داني جبر حديثة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دبيجة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون يعني أبيت هني أبيت ما بحث كرين كو بيغمبر خد أمريكية صدقة الفطر بيشوان ما بتداني شو بتشيك بيت مازم بيت يحر بيت آزاد بيت يعبد بيت أبيت البندست مروفي ومروف خدان كتان قدرها باشا دي چند دين چند دفعكين قلت والواجب عن كل شخص نصف صاع من قمح نيفكا صاعي يعني دو كل ميت ظلامك نافنجي جنمي دفع كتن أو صاع من تمر أو زبيب ياجك شار مسطا إش قسبا ياجش ميويجا زبيب ميويجن أو شعير أو أقيط ياجك جهي ياجك أقيط أم بيجني كجك كو ديكت ما وبيرت ما تزانن بقابي هي الهند عرداجك السيكا وما سيكا كو ماستي جمدان ديه تشيتكن أوجك دي سافا سر يعني أوجد بتقيت أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوها ممن يعتبر قوتا يعني أفتشت المباحث كري أبا بريكي طبعا جهبي جنبي قسب بين ميويج بين كشك بين أبيت بري يتحال حاضر أبيت هين نكونين بزيبزي مثلا كزجين ناخدن ولو في قابلنا جهيب دست كسينا كبزيبزي أبيت مثلا زنجين أبيت مسؤول أو قالك ناني جهيد خن أبيت نساق قالك شوان تخن يعني ناني جهيب قابي تشبه جي ململانت قال ناني قال ميت كتن وزيلة ترجك يعني بيجن باشترى أبو قالك ناحية على كل ناني جهي مثلا هي ناني قال مية هي ما ميويجت هي مثلا ما قسبت هي ما كشكي هي اگر تشتك جهوان بگرتن وكي بقابي حال حاضر غالب قوتي باجيري چه تشتا ام بيجين برنج وقت برنج هبتن ان جن ميشام هبتن جهوان بگرتن خلاص ابد كفتت بن في صعبتي به يعني غالب ام بيجين يقدر يسيدك هز جهي ناخوتن راسك اس ناخوتن جن مي ناخوتن بس برنجي غالب قوتي ماي منطقي بقابي برنجه وبرنج تيتا خارني وبتقيت تيتا هلقرتن يجيك أما كون الواجب من القمح نصف صاع فلحديث عروة بن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به بوش ما قلتي دو مسطيت جنمي وشار مستد جهي آنجكيت ميويجا أنيت قسبة وتجبر حديث أسماء رضي الله عنها أسماء دشا پیغمبر يكش أبو بكر يا خشك عائشة يا خدش همي رازي بتن أبي بيشخو ومالخو وعبدو حرة دو مستد جنمي حنطة يعني جنمة دارت خست ودي سوا شار مستد قسبة دارت خستن يعني أو بتن أو بتن أبا فيشكلي هات يداني أما كون الواجب من غير القمح صاعا يعني أكرج جنمي دار كاد بدأ شارمس جنمي دمس تحقي هي وتفلي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقيط أو صاعا من زبيب. يعني تشار مسطا عن 2 كيلو نيفا جوان خارنت خاري كما دارت خست سردم پیغمبري صلى الله عليه وسلم حصابي وكي أبو سعيد بيجتنكو صحابية تشار عن 2 كيلو نيفت برنجي عفوية جنمي جنمي بقدر بخوتن درسته الحديث اللي بحسي جهيات يكرني قصبات يكرني كشكات يكرني ميوي جهات يكرني افتشت هريت هادنا كرني وقت اخراج هذه كان دريخين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة يعني بري نبيج عيد بتداني ويجوز تعجيلها لمن يقبضها من العاملين عليها قبل الفطر بيوم أو يومين. عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها يعني أو زكاة الفطر قبل كتنتدي وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين بري درجة أن رجة كبري عيدة عبد الله كر عمري دفع كرو دريت خستو دا ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر يا حرامش قستمروا فما تأخير كتن بشتي عيدة نايتا قبل كنك زكاة الفطر جبر حديث عبد الله كر عباس رضي الله عنهما بيجتن فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد صلاة العيد طبعا فهي صدقة من الصدقات. أذا بكورتي طبعا ما سي وقتين عند عالمتين بيجين هم خوش دسبيك رمضان حتى بري نبيج عيدة درسته بدي هذا قولك قولي ديتر بيجتن بري عيدة بدروجة روجة كي وكي عبد الله كر عباسي وقت عبد الله كر عمري وقت دارت خست قولي سي واجبت بتن بشتي نبيجا مغرب روجة دمهيك يا رمضاني يعني رجع عرف عيدة بشتي بانجي مغرب واجبت بتن حتى بانجي أو حتى نبيجا عيدة أبا سي وقتش همي أفضل ترو بخير ترو تشيتر هكا مرو بنياستن ومجالها بتنو أو خير رمضان ببتن بجني وقت أفضلية بشتي نبيجا سبيدي حتى نبيجا عيدة أف وقت هنية يعني مثلا مروفا جزانة تندسني شاكر مالك فقير أرزاق خو تشتي خود قال خبر وقتي تشتني بيجا عيدي شوي مالي أرزاق تشداني باشن كي تشوني بيجا عيدي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يعني زكاة مال خدا مباشرة شو وذكروا نبيجا بو خدت على كركو نبيجا عيدي أف وقت شمية أفضل ترى بيجا كمروفا شيتن ويختي بدتن قالك باشا الفرد منة باشا ايكيبيش خوفا كده وكيل خو مثلا الخارج الديرة درسته بيجا بدتن أوجي درسته الكيلة تبدي دي مصرفها لديك لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين أظهر نادي هم كيسة نادي أمروفي كافر إنا بسرمان غير بسرمان ناتش بتبديه وج بسرمان أجيك أظهر خاصة بمروفي فقير ذا غير فقير وبسرمان تنادي كيسة يعني جراتو دي زكاة دي أمروفي كي زنجين وقتی ده زنگین بی يعني مشكلة كابو چی بی تو ده زکات دیش بر مشكلة یا هی وصا خوین داریه که تشته که خدا این دار کریج بر صحبته که صلح که اما زکات الفطر خاصة بسرماني وفقيري به فقير مسكين جبر حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم او عبد الله كن عباس يجي روايات كري رضي الله عنهما دما قوتي وطعمة للمساكين يعني خارنا بومروفيت مسكين هذا بكرتي صعبة ما سار زكاة الفطر طبعا بدي بو همي مروفات داني هر کسی که بری نویج عیدی هات بده سر دنیای دی پیش ولی اما جنکاب حمله تو ندیش درسته تو بدی خیره پیش سیاره و ناکهوتن بس هکه بدی که صدقه درسته پیش خانی و ناکهوتن هکه بدی خیره پیش مری و نینه هکه تو بدی خیره چیش کلتی دنینه اف خیرت هنین هندی تو زیده ترجع بدی خیرت رو باشتره شخدت خاز رب العالمین توفیق مبدتن خیرت ممازن کتن شما قبل کتن ام جلك خير وخيرات بدين دستي هاري كريب وخلكي دريشكين حتى بيفا كادي وجارة كادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.